السلام عليكم. في هذا الفيديو غنتعرفوا على بعض الغرائب اللي رافقات ما يسمى المهرجان الدولي للفواكه الحمراء. مهرجان دولي بدون دول باستثناء ضيف الشرف اللي هي المملكة الإسبانية. مهرجان الفواكه الحمراء بدون فواكه حمراء، فقط واحد المجموعة ديال الأشياء اللي غادي نشوفوها في هذا الفيديو، وغادي نشوفوا حتى التركيبة المالية اللي تقام بها هذا المهرجان هذا، اللي كانوا كيراهنوا الناس أنه يكون واحد 120 ألف ديال الزوار، واللي ربما ما تحققش، لأنه هذا مهرجان اللي تقام معرض على مساحة ديال 4500 متر كاري كما تيقولوا. كاين 10 ديال العارضين و40 شركة خاصة و60 ديال التنظيم ديال المهني لإنتاج وتسمين المنتجات المحلية. فلهذا ما لقيناش الفواكه الحمراء، ولكن لقينا الزعتر، لقينا العسل، لقينا واحد المجموعة ديال المنتجات اللي كيمكن انها تكون في واحد المعرض. وقنيطرة عندها معرض جهوي اللي كيعرفوه الناس كاملين، اللي كان كيعمر وكان يعني وفيه واحد المجموعة ديال المرافق. وما عرفتش علاش ان هذه الصفقة هذه ديال هاد القياطن هادو اللي دار فيهم هذا المهرجان بالساحة الإدارية ديال البلدية. إذا هذا المعرض، هذا المهرجان الدولي أو المعرض الدولي، أو ما عرفناها شنو هو بالضبط، لأنه اللي كينظمو هو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ديال الغرب، مع واحد الفيدرالية اللي بدات انها كتفرض نفسها في هذه المنطقة هذه بدون انها تساهم بشكل كبير في هذه التظاهرة هذه. فيدرالية المهنية المغربية ديال الفواكه الحمراء، بالإضافة للعمالة ديال إقليم قنيطرة، وتحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. هذه الدورة اللي كيقولوا أنها الدورة الرابعة، بينما هو يعني واحد النوع ديال الكولاج لأنه وتقليد المهرجانات السابقة. مثلا مؤسسة نالسيا اللي كانت بدون دعم ديال حتى شي جهة كانت كتنظم مهرجان ديال الفواكه الحمراء وما زالت وبدون دعم. ومع ذلك انه كاين على الاقل كتكون الفواكه الحمراء، كيكون المجموعه ديال التظاهرات اللي كيستافدوا منها الفلاحين، وكتكون زيارات المزارعين وفي الضيعات وغيرها. هذه اشياء محموده. للاسف ما شفناهاش هنا. شفنا واحد الشعار مرفوع ديال الجيل الاخضر، يعني وكيتكلم على سلسله ديال الفواكه الحمراء كنموذج لادماج العنصر البشري. ما بانوش لنا مزارعين، ما بانش لنا عنصر بشري المشارك في هذا اللي كيهمو الامر. ما بانش لنا انه كيفاش تم الاطلاع على هذه السلسله ديال الفواكه اللي بان انه مبالغ ضخمة، أزيد من 400 مليون اللي تصرفات. المجلس البلدية قنيطرة ساهم بواحد 50 ديال المليون. المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللي محتضن التظاهرة ساهم ب 150 مليون. الغرفة الفلاحية ب 50 مليون. مجلس الجهة 50 مليون. الجماعة ديال مولاي بوسلهام كذلك 50 مليون. وجمعية ديال الملتقى الوطني للفواكه الحمراء ب 30 مليون. والفيدرالية اللي كيخصها تساهم بشكل كبير لأنها فيها عناصر اللي هما عندهم علاقة بالموضوع، يلا ساهمت ب 32 مليون. والغريب أن المجلس الإقليمي ساهم ب 30 مليون. ولكن اللي غريب، وهذا هو اللي كنشوفه في هذه المراسلة هذه، أنه هذا المجلس الإقليمي اللي كيترأسوا هذاك الشخص اللي كان هو رئيس ديال الجماعة ديال سوق الأرباع، وحيد من جماعة سوق الأرباع وجا تعين في مجلس على رأس المجلس الإقليمي، ودار سهرة في سوق الأرباع، لأن الزوجة ديالو هي اللي كترأس البلدية ديال سوق الأرباع. فالغريب أن هذا المجلس الإقليمي المهرجان سال نهار 11، والمجلس الإقليمي كيعقد الدورة ديالو نهار 12 يونيو، يعني نهار من بعد ما انتهى المهرجان عاد كيعقد المجلس الإقليمي، وجاي في النقطة الثانية ديال جدول الأعمال ديالو بأنه غادي يتم التداول والمصادقة على اتفاقية شراكة لتنظيم الملتقى الدولي للفواكه الحمراء بالقنيطرة. للأسف هنا كيتطرح سؤال،
هاد المجلس الإقليمي واش يعني كان مسبقا عارف بأنه غادي يتداول وبأنه غادي يصادق؟ فهنا كيعطي هذيك 30 مليون. يعني والقرار اتخذ من بعد مسألة المهرجان، هذا العبث اللي كنعرفوا انه العبث بهذه الاموال العامة اللي للاسف. فكما قلت هو مهرجان ديال الفواكه حمراء بدون فواكه حمراء، يعني مهرجان دولي بدون مشاركة دول، بالإضافة إلى أنه مهرجان ديال الصخب ديال هذا اللي دار هو أنه واحد مجموعة ديال السهرات يعني ما تشاركون خارج